الو. وي ما ايوه اوكي راعينا قريب منه. ايوه تو يقتلوا. والله اوكي. السلام عليكم ورحمة الله. جماعة انتم ايش حالكم؟ كاملين؟ ياك لباس عليكم؟ رانا مسلمين. الصوت مسموع والله اخوتي، ما هو مسموع. خرصويا كان الصوت مسموع. قولوا لي الصوت إذا عاد مسموع. أعطوني، قولوا لي الصوت كانوا مسموع والله ما هو مسموع. أنا عايد لكم نحرك في الطريق وتلفوني معي عاد تقريب تطفي. الصوت مسموع. شباب انتم ايش حالكم؟ ياك لباس عليكم؟ ياك الخير؟ ياك لباس؟ نحن قبيل قلت لكم عنه لا ينعدلوا هذا البث التوضيحي في المراحل اللي خلقت اليوم. المراحل اللي خلقت اليوم فيها جزئين. جزء مرتبط بذا اللي خلق بين اللي العمل وقسم شهر قسمين. قسم للمداومة والاعتصام أمام المكان الموجودة فيه جثة الضحية اللي في طب مستشفى الشيخ زايد، والجزء الآخر الاعتصام الميداني والتظاهر اللي معدل قدام مفوضية دار النعيمة 2، واللي للأمانة انقمع اليوم قمع وحشي، قمع كبير. وتعطى بقدر من الرواقيش. بالنسبة لنا نحن، أنا شخصيا وصلت للمستشفى طب زايد 3 رواقيش في حالة إغماء، وكان مستوى التعامل دون المستوى من قبل الفريق الطبي للأسف الشديد. على كل حال تابعنا القضية وتمينا هم في اعتصام أمام في داخل مستشفى الشيخ زايد. دور تعودوا شفتوا ذيك التصريحات اللي قبيل، وشفتوا ذوك التوضيحات، وعدلت ذيك اللجنة اللي باشرت التشريح في حدود 6 وشوي تقريبا هي وصولها للمستشفى. جاء فريق سابقها وانتظرنا، ومنين جاء الفريق المكتمل. هذا الفريق كيف ما طالبنا في البداية النهار الأول عنه يعدل، تعود مشروكة فيه الأسرة اللي هي أسرة الضحية، تعود مشروكة، وتم إشراكها من قبل دكتور من أسرة الضحية، الدكتور والسجان. والفريق الآخر هو فريق التشريح المعتمد، في أخصائي معتمد للتشريح تم اعتماده من قبل، تم التوافق عليه ما بين الأسرة ووزارة الصحة. إذن باشر الفريق عمله في هذا التوقيت اللي قلت لكم، وبإشراف من وكيل الجمهورية المحكمة نواكشوط الشمالية، من نواكشوط الشمالية وكيل الجمهورية اللي كان حاضر بإشرافه، وحضر مع شقيق الضحية، شقيق الصوفي واللي الشيباني شقيقه، حضرهم للمعاينة، وحضر معاهم لعملية التشريح كاملة بتفاصيلها، إضافة للدكتور، إضافة للفريق الآخر اللي مثلا فريق مستقل نسبيا يتبع لوزارة الصحة، هي اللي تمت انتدابها. وحضرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضر تجمع المنظمات الحقوقية كانت حاضرة كاملها اليوم، كانت حاضرة ميدانيا، كانت حاضرة أمام في داخل المستشفى. تواجد كبير لكل الحركات تقريبا الحقوقية الموجودة في المشهد الوطني اليوم. الشعب الموريتاني تحد وحضر بشكل جيد، حضور لكل الموريتانيين. يوضح المطلب الأول هو مطلب عن تعود قضية الموريتانيين، وقضية رأي عام وطني فيها اللون الوطني كامل، وبعدنا تماما عن تعود القضية قضية شرائحية، والله تعود القضية ذات طابع عنصري، والله تعود القضية كما ينعزف عليه عن قضية الحراطين ولا قضية كذا. لا، كانت المواقف واضحة. استطعنا مولي تحديد ناطق باسم هذه اللجنة المشرفة على العملية، هو الوكيل الشرعي الأخ الشقيق اللي حضر لمعاينة التشريح،
واللي راعينا منين وفات عمليه التشريح جايه من شور دار الاسره في بيكا، وكان عندنا اجتماع تقييمي ومالو ياسرفه، ونحن حاليا راعينا اللي راجعين شور المستشفى. النتائج لا عادت جاهزه، التقرير النهائي عاد جاهز. متوقعين عن القضاء ينصف ضحيه، ينصف الصوفي واللي الشيباني واسرته. الصوفي واللي الشيباني باسرته الحمد لله زوجاته ثنتين وكلهم عنده حاله خاصه، والحمد لله عنده 8 شاشره. هذه الاسره ووالدته واخوته، هذه الاسره اللي ذياه لابد من يتم انصافها. اسمحوا لي التركيز ماني قادر نركز حتى باللي حامد المولانا من 7 الصباح نحن واقفين الى درك. واول ناخذ الطب ما بين المظاهرات قدام المفوضيه والمستشفى وذيك الحالات وحالات المتابعه داخل الحالات المستعجله، وبعد ذاك رقاب الانتظار الفريق اللي لا يشرف على العمليه. هذا كامل ما وفينا منه، ما هو درك تقريبا 40 دقيقه على الاكثر. وقيمنا ونحن حالا راعينا في الطريق راجعين من شور بيكا لاعلان النتائج بهم اللي تصلوا عن التقرير عاد جاهز. نحن المعطيات ما لنا لا نعطوها لياك، ما نضروا بالتحقيق، واللي كان حاصل عندنا من المعلومات ذاك اللي يا الله ينشر له شرنا له، وذاك اللي يحتاج توضيح طلبنا عنه يوضح، وذاك اللي حاصل عندنا نحن عادة المعطيات فيه اللي واضحة. إذن هذه هي المعطيات. الخروقات القانونية وضحناها سابق ذاك اللي صاحب منها كامل العملية. وضعية عدم جدية تقرير الشرطة الوطنية وعدم مصداقيته وضحنا مولي ذاك اللي ورد في الفقرة الثانية من بيان الشرطة عنه غير دقيق. تابعنا العملية من الناحية الإجرائية، وباركين نحن مولي على ذاك اللي عندنا من المعطيات وذاك اللي عندنا من الشهود، ومتابعين القضية غير ما لا نستبقوا حدث. كما تعرفوا روق مع نظام الغزواني وروق مع وزير صحة هو اللي عاد له يسير الملف بالنسبة اللي يعني منه النظام ويعني منه الحكومة ويعني منه الداخلية ويعني منه ذاك الملف من قدهم هما. يحتاج الجدية، يحتاج التنسيق مسبق، يحتاج الفطنة، يحتاج المتابعة والوقوف على كل التفاصيل. وهذا هو اللي متابعين يا غير ما لا ينعلنوا موقف ما هو في وقته ولا ينتموا متحفظين الفوقاني من التحفظ. وهذا يا الله الشعب الموريتاني ويا الله المتابعين يفهموه، يا الله المتابعين يفهموه. قريب منكم. الو وي ما هو عندي انا راني قريب بعدين. ما هو عندي يا غير تو قيموا عدوا جاهزين كاملين ياك نعرفوا ذا اللي لا يترتب عليه شنو. وانا راني قريب. طالصوا عفوا سمحوا لي يا اخوتي، هذا فيه تحراك وفيه تلفون وفيه شيء ما هو قاعد يركز كامل. على كل حال هذه هي الوضعية. على كل حال هذه هي الوضعية حاليا. متابعين الإعلان لا يعدلوا وكيل الجمهورية والمدعي العام إذا كما فاتوا حاليا بلغونا عنهم لا يوصلوا مستشفى الشيخ زايد. إذا المعطيات عادت دقيقة. نحن ننتظر تقرير مستقل، ننتظر المعطيات الحقيقية، ننتظر الإعلان من قبل الجهة الرسمية للمعطيات بشكل دقيق إلين يخلق شي ما ذاكو. نحن مولي عندنا حقنا في الممارسة. جيتكم دقيقة نعود عندكم. إذن هذه هي الوضعية. يدور يتم نقل لكم التفاصيل حاليا. متوقعين عن هذا التقرير يعود واضح، يعود ذا اللي شاف وذا اللي خلق يترجموا
نتائج هذه عمليه التشريح، وراجين عنها لا تعود صادقه، وعود الفريق اللي شرف عليها وذول ظن بهم عنه عود ما يخضع لاي نوع من الضغوط. ويلا يفهموا الموريتانيين ويفهم نظام الشيخ الغزواني ويفهم وزير الداخليه عن هذه القضيه، الرجوع فيها على اللورة ما هو خالق، وعن لا بد من الانصاف فيها مهما كانت الطبيعه، لا بد من الانصاف فيها. حد يتحمل مسؤوليه امام التاريخ، ويتحمل مسؤوليه امام الاجيال القادمه، ويتحمل مسؤوليه امام دوله قضاءها اليوم على المحك، وسلطتها على المحك، ووزاره صحتها على المحك، وموقف رئيس الجمهوريه على المحك. التراجع ما هو خالق، ولا كانوا شاكين عن الامور يقد يلحقوا هذو الرجال الضعاف وجهه نظرهم هما عنهم يقدوا يلحقوا، ولا كانوا متخيلين عن ذي الاسره في الزمن اللي ذواها لا يترفض الاغراءات ولا يترفض الضغط القبلي والضغط الجوي كامل ما كانوا متوقعينه. يا غير حمارهم وقف العكله، المعطيات واضحه، ننتظروا التصريح من قبل الجهه الرسميه، كل المعلومات عادت واضحه وبين ايدينا. يا غير ما أننا مستبقين الاحداث ولا أننا مستبقين مسار القضيه، ولا انتم متمسكين بالسلميه ومتمسكين بالقانون ومطالبين بالعداله ومطالبين بالانصاف. هذا هو موقفنا، لا بد من انصاف هذه الاسره، لا بد من انصاف والده هذا الضحيه، لا بد من انصاف الزوجات وانصاف الابناء والبنات. هذه امور لا بد يفهموها الموريتانيين عن المواطنين، يجدوا يقبلوا الجوع، يجدوا يقبلوا الفقر، يجدوا يقبلوا الظلم، يجدوا يقبلوا الاضطهاد. يا غير القتل داخل مخافر الشرطه ما هو لا يجي على روسنا، والتعذيب ما تينا لا نرجعوا لسنوات الجمر. كافيكم التعذيب بارتفاع الاسعار، كافيكم التعذيب بانواع الفقر، تفقير الناس واضطهادها. هذه وضعيه لا بد تعود واضحه، يفهم النظام اليوم ويفهم عن الرسائل جديه وعن الناس مستعده لتقديم انواع وجميع التضحيات. حاليا على المسافه قريب عدت من 24 راجعين لا تكتمل الجماعه، ونعود ننتظروا الاعلان، وذاك اللي لا يترتب عليه لين يعود الاعلان شفاف وواضح. لا اسره الضحيه موقفها واضح، قالت عنها لا يتحدد وقت للطهر وتحدد وقت للصلاه ويخلق الدفن. منين يعود ذاك اللي ما هو خالق ما حارك شيء من بلو، ولا ينقبوا مسارنا اللي قد يجيب لنا حقوق الكامله غير منقوصه. حق منقوص ما أن لا ينقبلوه ولا يجي على روسنا، والامور كاملها موتين لها، وبلغنا جميع الجهات اللي يلا تبلغ على المستوى الداخلي على المستوى الخارجي، وثقنا كل ما يتعلق بهذا الملف من قريب ومن بعيد. الامور على مستوى اعلى مراتب الجاهزيه، يا غير شي ما هو منصف ما أن لا ينقبلوه. هذا عاطين دمنا وبيه اللي منين ما نعدلوه اليوم لا يعود الصبح هو مصيرنا كاملين. منين ما يوقفوا اولاد موريتاني في الداخل والخارج ووقفة رجل واحد امام هذه القضيه. شوفوا نحن تم قتلنا بدم بارد في الحدود الماليه، تم قتلنا في الحدود المغربيه، لا نضحك شيء في شيء. منين نعودوا لا نتموا نكتلوا في نواكشوط ونكتلوا في مخافر الشرطه؟ معناه عنا امام كارثه كبرى، امام كارثه حقيقيه. هذا ما هو مقبول، ولا ينقبلوه ولا يجي على روسنا. وتوف مستعدين، جميع الخيارات حاليا مفتوحه، والكره في مرمى الفريق اللي كان متبارك مع عمليه التشريح. ما فات شيء حرك من بلو، والامور فر ما زالت على في بلدها، وننتظروا المعطيات. ما فيها شيء لا يحرك من بلو. توف ذاك اللي لا يترتب على ذاك الصا لا ينعلنوهم اللي للراي العام الوطني ولا ينقولوه. والمخول الاول لاتخاذ هذه القرارات هو الوكيل الشرعي، ولا يتخذ فيها لا قرارات اللي صائبه، والقرارات اللي تصون كرامه وتصون حقوق الصوفي والشين. وطالبين من الراي العام الوطني، طالبين من المدونين في الداخل والمدونين في الخارج اللي معولين عليهم كاملين، واللي ما نقدوا ننساو جهودهم، واللي واكبونا وآزرونا
ووقفوا معانا في كل القضايا وعبروا عنها، وفيهم وحدين سبقوا الناس لها وفسروها وواكبوها عنهم يتموا معانا في نفس الاتجاه. نحن حاليا راعينا وصلنا المستشفى الشيخ زايد راعي، مستشفى الشيخ زايد راعي. احنا حاليا في لا نعودوا لا نوصلوا ان شاء الله. وضرك الفرق التواجد الامني مكثف، التواجد الامني شوفوا التواجد الامني قدام المستشفى. الوكيل يدور يحضر حاليا. هذا تواجد امني مكثف وتوف لان دخلوا للمستشفى حاليا. هذا التواجد الامني مولي هو الاخر يدل على نوعيه اخرى من الامور. لا نضطر عني نقضوا الهاتف لين نتخطى ذا. حاليا مازلنا في زحمه وهون قدام الحالات المستعجله نتوفى. يفتحوا طريق. افتح الطريق خويا، افتح الطريق برضو استفلت. السلام عليكم. افتح الطريق خويا. اذا حاليا دخلنا المستشفى ضرق قدام الحالات المستعجله. والتواجد الامني كما قلت لكم مكثف وتوف الامور تتجه في هذا الاتجاه. ننتظر اعلان النتائج النهائيه للتقرير، تقرير التشريح جثمان الراحل الصوفي والشين. مازلنا حاليا لا الطريق مقفوله قدام الحالات المستعجله. عندهم حالة مستعجلة راعيها لا يقضوها ضرك يفتح الطريق. الشباب متواجد في مكانه اللي مرابط فيه من الصباح اليوم. عندهم حالة مازلنا في الانتظار. ما نقد نرقب تلفون به اللي بذاك ما يتواسى مبين معي يقضى رقاج اللي ما هو مصحح. احنا حاليا قدام الحالات المستعجلة. النتائج يا الله الموريتاني كاملين الليلة ما يرقد حد منهم. ما فتنا عرفنا نتيجة هذا التقرير، ما فتنا عرفنا النتائج النهائية، ما فتنا عرفنا وضعية التشريح شن هي. هذه امور لا بد منها ننتظرها حالا. يلا كل الموريتانيين عودوا يصنتوا لها ويعودوا متابعينها. النقطة الثانية اللي نختار نلفت انتباهكم لها ونختار نلفت انتباه الرأي العام لها، نختار نقولها لكل الموريتانيين عن موريتاني له موريتاني لكل الموريتانيين وكل الأحرار، موريتاني لكل الأحرار وموريتاني. يا الله هذا الموقف كنا نسمعوا فيه موقف للسلطة. اهلا وسهلا. موقف للناس اللي مع النظام. ما يلا يعود عاميها الخوف عن مستقبل موريتاني ولا يعود عاميها الطمع. هذه امور لا بد تعود واضحه للاسف للاحزاب
وللمنظمات التابعة للنظام في حد استطاع أنه يعبر، وهذا أمام كارثة. إذن عن الأمور معناها عنها ما تعنيهم، مأساة موريتاني ما تعنيهم، مستقبل موريتاني ما يعنيهم، وهذا هو نقطة الخطر. كنا متوقعين عن يلا حزب الدولة يلا يقبض كان على الأقل موقف، ما رأينا منه أي موقف، لا ميدانيا ولا عمليا ولا متابعة. الكرنفالات القبلية لين تعود تموت الناس وهي ما تشتد أخبارها، الناس مسبقة الكرنفالات القبلية ومسبقة الأمور على حياة الناس وعلى أمن واستقرار الدولة الموريتانية. معنا عنا أمام تحدي كبير. هذا خليق مولي مع جميع وهذا يوضح لكم طبيعة الواقع اللي نحن فيه حالا. خليق مع جميع الأحزاب، إذا استثنينا حزب واحد والله اثنين عبروا عن موقف، وهذا هو الخطر الحقيقي. النقطة الثانية المنظمات الحقوقية اللي في البعض تخلى عن الموقف اليوم وتراجع عنه، وهذا هو اللي يشكل تحدي آخر أمام الموريتانيين. كنا يلا نجبروا الأحزاب، كنا يلا نجبروا جميع الشعب الموريتاني، كنا يلا نجبروا العلماء، كنا يلا نجبروا المثقفين، كنا يلا نجبروا النخبة. ما تخلى الأمور مفتوحة على ذا الواقع اللي ذواه، وعلى المناضلين وعلى المنظمات، بعض المنظمات الحقوقية والله المدونين والله المهتمين بمجال حقوق الإنسان. هذه تحديات كبيرة. يلا يفهموا الموريتانيين عنهم أمام اختبار حقيقي، ولا يلا الولاء ما كانت طبيعته لحزب سياسي والله الجهة السياسية يعمينا عن نتلافى مستقبل موريتاني، يعمينا عن نعودوا واقعيين، يعمينا عن نحاولوا عن نسيطروا على انتماءاتنا ونعبروا عن مواقفنا الوطنية في الأوقات الوطنية اللي تحتاج مواقف وطنية صادقة. راعين وصلنا حاليا وقريب الشباب راعيه متواجد، وننتظروا الإعلان الرسمي من قبل النيابة العامة. شوفوا شباب متواجد، الجميع متواجد هون حاليا في انتظار الإعلان النهائي للنتائج، إعلان نهائي للتقرير. شوفوا الشباب متواجد، بعض الصحافة كذلك وبعض المدونين والمهتمين، جميع في أعلى ما جاهزيته في انتظار هون أمام الغرفة. شوفوا هذه هي الغرفة اللي خلق فيها التشريح. راعينا في الانتظار حاليا. نتائج سيتم إعلانها إن شاء الله، إن شاء الله بعد قليل. العزيمة لنا والقضاء لله. إذا شوفوا هذه الجموع كاملها، هذه هي موريتاني، هذا هم كل الموريتانيين الأحرار. ماني حارك لا ينقاري، ماني حارك لا ينقاري. هو الموقف الوطني لكل الوطنيين، لكل الموريتانيين. الجميع ينتظر حالا بشغف شنو هي النتائج اللي تترتب على هذا الموقف. تواجد الأمني كما قلت لكم قبيل، تواجد أمني مكثف، وجود عدد كبير من المفوضين، وعدد كبير تواجد الأمني كما قلت لكم مكثف، عدد كبير من المفوضين وعدد كبير من الأطقم الفرق الأمنية بجميع اختصاصها، وننتظر النتائج اللي تصدر. أعتقد الفريق اللي كذلك الطبي ذوك واها متواجه مع واحدين منه حالا، فما زالوا في استعداداتهم ومداولاتهم فيما بيناتهم. إذا ننتظر النتائج أول بأول إن شاء الله تعالى، وراجين عن وراجين عن نوفقوا في حسم هذه المعركة. ذاك هو اللي راجي من الله سبحانه وتعالى عن نوفقوا فيه وتوف. فيما يخص وضعية المفوض اللي هو المفوض المعني مثلا مفوض دار النعيم 2، ما نقدوا نعطوا اي نتائج. خلق ذيك المعلومات عن تم هم اوامر بتوقيفه وتوقيف الفريق اللي كان مداوم ذيك الليله. هذا كامل مازلنا ننتظر النتائج والمعطيات اللي لا تصدر عنه. وشاكرينكم، ورانا متابعين القضية أول بأول
إن شاء الله تعالى ما لا تخلق أي نتائج، ما لا تخلق أي نتائج، ما وضحنا تفسيرها إن شاء الله وفي الوقت المحدد. هذه هي الوضعية. ننتظر عن يخلق إنصاف حقيقي، ننتظر عن تعود النتائج هي اللي متوقعين، هي اللي لا تبرز الحقيقة. هذا هو الموقف، وفي انتظار إن شاء الله هو الإعلان الرسمي عن نتائج التقرير. العزيمة لنا والقضاء لله. رانا ندور نواكبوكم، لعل تتعطل. انا تلفوني قريب عليه الدشرجي، ويقير المنصات يدوروا يعدلوا الاعلان قريب. اذا العمليه مواكبينها بجميع ابعادها، وشكرا جزيلا. كما قلت لكم ما زالت التعزيزات الامنيه لا تتواجد، جميع الفرق الامنيه تعزيزات امنيه مكثفه ما زالت الى حد الساعه تتواجد في الميدان اللي لا يتم فيه الاعلان، اللي قدام مكان التشريح، اللي هو البليده اللي فيها الجثه حاليا، والبليده اللي يعدل فيها التشريح اليوم على مدار 6 ساعات تقريبا. وتوف راجين عن النتائج تعود تحمل حقيقه وتحمل انصاف وتفسر وتنصف الضحيه الصوفي والشين، وتنصف اسرته، وتنصف كل الاحرار وكل المناضلين والمدافعين عن حقوق الانسان. شكرا جزيلا.